السلام عليكم. جالي رسالة من أحد أعضاء جروب الدعم الخاص، وهو بيقول إن هو دخل 3 توصيات ورا بعض متتالية وخسر فيهم التلاتة للأسف. فبيسألني هل الغلط فيه ولا الغلط في إيه؟ وده بسبب إيه؟ ببساطة أنا بنزل كل يوم على جروب الدعم الخاص، عشان دلوقتي السوق يعني بيتحرك بسرعة حوالي 3 أو 4 توصيات في الغالب. لما يكون السوق هادي بنزل توصية واحدة كتير. طيب من 3 4 توصيات كل يوم، هو حظه ان هو بيختار التوصية اللي ما بتنجحش، وال3 توصيات التانيين بينجحوا ويجيبوا اهدافهم. فهو طبعا زعلان، فبعت لي يقول لي الغلط فيا ولا الغلط في ايه بالظبط. انا عايز افهم هل انا بعمل حاجة غلط. ما حبيتش ارد عليه بتسجيل صوتي او رسالة بسيطة او حتى على الجروب. حبيت اشارك الفيديو ده للناس كلها للمنفعة العامة، وعشان يبقى سهل ان انا اشرح واوضح للناس ايه اللي ممكن يعملوه في الحياة اللي زي دي، وممكن نشتغل ازاي، وايه الحلول الممكنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا اول حاجه، هو الراجل اشترى والسهم ضرب وقف الخساره فباع. فبس اول حاجه كده، الراجل ده تصرف سليم 100%. يعني انت وقف الخساره بتاعك اتضرب بعت، حتى لو السهم طلع بعديها فانت اتصرفت صح. ليه؟ لان انت خسرت خساره بسيطه، بس حافظت على بقيه راس المال، وممكن بمكسب كويس تعوض كل راس المال ده كله. فمبدئيا انت اتصرفت صح. بس خلينا نبص على الاسهم تاني ونحلل مع بعض مباشره دلوقتي ايه اللي حصل، وايه التصرف السليم، وايه اللي ممكن في المستقبل نعمله. اول سهم كان اوراسكوم ماليه. انا نزلت توسيع على السهم يوم 26 يونيو. نزلت سعر الشراء 31 قرش وسعر البيع 35، وفي الخساره 29. تعال كده نشوف كده. هو صل على محمد صل على محمد صل على محمد 26 يونيو السهم يوميها اقل حاجه نزل فيها 30 قرش، فهو ما ضربش يوقف الخساره. طيب 27 يونيو نزل 29 و7 قروش، 7 سوري و7 مليم، وبرده ما ضربش وقف الخساره. الجلسه اللي بعديها هنا وقف الخساره، هنا الاغلاق 29 قرش و4 مليم. الجلسه اللي بعديها الاغلاق برضو حوالي 29.6 مليم، وبعدين السهم صعد، عمل اعلى حاجه في الجلسه اللي بعديها 31 قرش، والجلسه اللي بعديها وصل ل 32 قرش، والنهارده نزل واغلق 30 قرش ونص. يبقى انا من ساعه ما نزلت توصيه يوم 26 يونيو لحد الان السهم ما ضربش وقف الخساره. يوم بس يوم 2/7 وصل 29 قرش ومليم وطلع. قلت 29 قرش. طيب كنت انا شرحت في وسط مثبت في الجروب ازاي تتعامل مع وقف الخساره، بس ممكن بعض الناس ما تتفهمش يعني ايه ازاي تتعامل مع وقف الخساره. فخلي الفيديو ده يتكلم عن وقف الخساره ببساطه. وقف الخساره ده رقم بنحطه، معناه ان التريدر بتوصل للرقم ده بتبقى خسران، او السهم بيبقى سلبي، فالافضل تبيعه. بما ان احنا بنشتغل تريدات قصيره واهداف قصيره، فهو في الخساره بتاعنا برضو قصير. يعني بنتكلم في 2 3% من سعر الشراء، بحيث ان انا في الاخر لو طلعت بالتريده ما يبقاش عندي اي مشكله. لما اجي اعمل وقف خساره 29 قرش، يبقى رقم واحد لما اقول وقف خساره 29 قرش يبقى لازم الجلسه تقفل تحت 29 قرش. يعني 28 قرش
ومليم، 28 قرش و2 مليم. اهم حاجه 29، مش 29 حتى. اول حاجه اغلاق الجلسه تحت ال 29، يبقى لازم اغلاق وقف الخساره، اغلاق اليوم سوري يبقى تحت رقم وقف الخساره. ده رقم واحد. طب السوق نزل لوقف الخساره وطلع تاني، لا ما ينفعش وقف خساره. ده اول وقف خساره، ده بيتعامل مع التريدات اللي هي بتبقى من اول 3 ايام لخمس ايام. بمعنى، عشان ما نلخبطكوش، لو احنا بنتكلم على تريده زيرو، لا، الكلام اللي هقوله ده لا يسرع التريده زيرو. ليه؟ التريده زيرو دي بتاعت ناس حريفه. اللي بيشتغل زيرو بيقعد قدام الشاشه يوزن الطلبات والعروض، آه، معاه تحليل فني وعارف بيشتغل ازاي، وبيرمي وقت ما السوق بيرمي، وبيشتري وقت السوق بيشتري. ناس حريفه ضرب. يعني مش هنضحك نفسنا يا جماعه، الشغل الزيرو ليه ناسه. دول الناس بتوع ترابيزه، قاعدين مركزين على الطلبات والعروض والميكر والشغل، وبيشتغلوا في كام سهم بالعدد عشان يشتغلوا زيرو صح. غير كده ما انصحش حد يشتغل زيرو. ادي اول حاجه. نرجع لموضوعنا. وقف الخساره ده للتوصيات اللي هي من 3 ل5 جلسات، 3 ايام ل5 ايام. يبقى انا اصبح دلوقتي تاني يوم مثلا انا السهم ما قفلش تحت 29 قرش، فما فعلش وقف الخساره. طب افرض كانوا قفل تحت 29 قرش، يعني الاغلاق هنا بدل 29 قرش و4 مليم، لا 29 قرش. حلو الكلام. اغلق تحت 29 قرش، 28 قرش مثلا وايه و8 مليم، ابيع على طول في نفس اليوم؟ لا، استنى او تاني يوم، اول ساعه، اول ساعه يعني من 10 ل 11 بالنسبه للبورصه المصريه، واشوف السهم شغال ازاي. لو السهم تاني يوم نزل في اول الجلسه 2 3% وما ردش، فابتدى السهم يغوص، لا، ارمي السهم، ارمي السهم. طيب السهم ارتد في اول الجلسه تاني يوم، او تماسك وارتد، لا، يبقى ما فعلش وقف الخساره. طب ازاي انت بتقول كده، وازاي بتقول انا عايز اعمل وقف خساره قريب؟ طب ما انا كده خسرت 3% امبارح، و3% النهارده يبقى 6%. ما هو ده ليه شرط ان السوق يبقى صاعد. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا بدي السوق توصيه صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. في فرصه كبيره ان السهم ايجابي في بيرتد. لكن لما بيكون في ذبذبه عاليه في السوق، او يوم التوصيه دي نازله في حاله هبوط او تصحيح، يبقى لا، يبقى مفعل وقف خساره بشكل صارم. يعني بمعنى ما ينزل تحت وقف خساره في نفس الجلسه بنرمي. بس انا في الغالب لما بيكون في يوم في تصحيح عنيف او هبوط ما بنزلش توصيات اساسا. ولو نزلت وحصل هبوط بقول له يا جماعه وقف، محدش يشتري، او اللي معاه يبيع، وكايه التريده ونخرج افضل من السوق. فبرضه انا بشرح ده في ظل ان ظروف السوق ايجابيه، يعني السوق صاعد عموما بشكل عام. طبعا السهم برضه صاعد، يعني برضه يكون السهم صاعد. معلش تفاصيل كتير ولخبطتكم، بس الموضوع كبير ومش مش بسيط. حاولوا تستوعبوا وتعيدوا الفيديو كذا مره وتكتبوا الكلام وترتبوه، والموضوع يبقى سهل ان شاء الله بالنسبه لكم. تمام، يبقى احنا كده هو قفل، زي ما قلنا افترضنا قفل تاني يوم ارتد لفوق، لا خلاص ما فعلش وقف الخساره. طيب نزل تاني برضه تاني يوم بقى بعد ما طلع فوق راح نازل وقف تحت وقف الخساره، لا هنا بقى بيع، في هنا ضعف في السهم. ما هو قفل النهارده، جه تاني يوم ارتد لفوق، بعد كده رجع قفل، لا خلاص كده، خلاص افعل وقف الخساره على طول. ده رقم واحد. رقم اتنين، نفس السيناريو برضه، جه اول يوم عند 29 قرش او 28 قرش، خلاص نزل تحت وقف الخساره، وتاني يوم طلع وابتدى ينزل، ابيع بقى، استنى ليه؟ يعني انت قاعد قدام الشاشه وقربت من سعر، يعني انت دلوقتي شاري 30 قرش او 31، وهو وصل 30 وانت واقف في الخساره 29، وابتدى السوق يريح او السهم يريح، وانت شايف بقى العروض بتكتر من الطلبات، وفي ناس بترمي عليك، ارمي بقى واخرج، ما تستناش بقى. ليه؟ لان السهم امبارح كان ضعيف والنهارده برضه بين عليه ضعيف، فاخرج بالتريده بدل ما تخسر 3%، اخسر 1.5، جبت سعرها بيعها، كفايه عليك عموله الشركه. ببساطه كده، تمام. اما لو السهم تماسك ومسك نفسه اعلى من سعر امبارح، لا خلاص اكمل معاه. وزي ما احنا شفنا كده مثلا، اوراسكوم ماليه لحد دلوقتي من 26 لحد دلوقتي ما ضربش وقف خساره.
عشان بس بقى موضح للمتابع الكريم اللي كان بيشتكي. طيب انا كاتب في التريده 3 ايام او 5 ايام عدد جلسات. طب ليه انا كاتب 3 ايام و5 ايام؟ ده مش فرض. بمعنى انا بديك بس هنت او ملحوظه عشان ما تقعدش كتير في السهم. بمعنى دلوقتي انا خدته النهارده السهم ده اشتريت النهارده 26، ممكن يفضل معرض معايا 30 يوم، 20 يوم، 15 يوم، وافضل اقول ايه هبيع ولا ما ابيعش وابقى في حيره. لا، يبقى انا قلت لك في خلال 3 ايام مثلا 5 ايام حسب توصيه ان السهم ده لو ما حققش هدفه بيعه واخرج بخساره بسيطه او مكاية التريده وادخل سهم تاني. تمام؟ يبقى ده اول نوع من وقف الخساره. تاني نوع من الخساره اللي هو اسمه تريلينج ستوب او وقف الخساره المتحرك. بمعنى ايه؟ انا النهارده اشتريت، نزل بيا، ولسه جلسه صعود زي يوم 4 اللي هو كان يوم الخميس او يوم الاحد اللي هو كان ايه امس، والسهم طلع لحد 32 قرش. اه انا هدف 35 بس انا شاري ب 30 وطلع 32، ما انا عامل اهو 3 4%، ما حلوين. طب ما انت ما وصلتش هدف، ايوه بس انا شفت ان السوق مش حلو، ارمي واخرج. مش لازم يعني يجيب الهدف. انا بكتب لك استرشادي. برضو في نقطه، واحد شاري ب 10,000 غير واحد شاري ب 100,000 او واحد شاري بمليون. واحد داخل شاري السهم ده بمليون جنيه عمل 3% في مليون جنيه عمل 30,000. ديك ارمي واخلع. واحد تاني يقول لك لا ده انا شاري ب 10,000 و5% يا دوبك 500 جنيه، 3% 300 جنيه، ده في عمولة الشركه دي في كذا، فانا لا هصبر خلاص دي حاجه تانيه. في واحد شاري ب 100,000 عمل 2%، حلو انا عملت النهارده 100,000 في يومين 2%، ده كده 100 100. ده انا كده مشيت كده في خلال الشهر هعمل لي 7 8% في المية في الشهر، 7 8000 على الايه 100,000. يعني انا ممكن في السنه اعمل لي 60 70,000 جنيه، بلاش 30,000 جنيه 40,000 جنيه، يبقى عملت اكتر من عمولة البنك مثلا. انا بكلمكم عن عقليات في البورصه. يبقى التريلينج ستوب اللي هو في استثمار متحرك ده طريقه، انا شرحت بالطريقه اللي هي البلدي او الطبيعيه او اللي بقى الطريقه العلميه. تريلينج ستوب يعني انا بحرك وقف خساره. وقف خساره في التوصيه 29 قرش، السهم وصل 30 قرش، لا يبقى حرك وقف خساره 29 ونص، نص المسافه. السهم وصل 32 قرش، حرك وقف خساره 31 قرش. صل على محمد، صل على محمد، صل على السهم محمد. وصل ل 33 قرش، ممكن احرك وقف خساره سعر الشراء، اقول والله لو السهم نزل عن سعر الشراء بتاعي زائد عمولة الشركة ابيع، حتى لو هكمل لا انا ابيع واخرج بالتريده دي مكيته واحافظ على فلوسي احسن. طب انا كسبان 4%، اقول لا والله لو نزل كمان 1% لا انا حافظ 3% مكسب. يبقى التريننج ستوب ده في الكتاب هتلاقي قاعده واحده، بس في الحقيقه في قواعد كتيره على حسب التريده وحسب السوق وحسب راس مالك وحسب ظروفك انت ايه. في زمايلنا بيدخلوا يشتغلوا على 1% او 2% في السوق بس، بيدخل يكسب 1% زي يعني بيحسب سعر الشراء وعمولة الشركة ويحط عليه 1% أو 2% فقط ويرمي السهم وشغال كل يوم كده. هو شغال بورصجي، ده راجل بورصجي بيشتغل كل يوم بمبلغ، هو ده مصدر دخل. كام ساعة بتوع الصبح يدخل يرمي السهم ياخد 2% ويرميه، نزل ياخده من تحت، طلع يشوف سهم ايه غيره، شوف سهم فيه زخم كده. وده موضوع تاني ممكن ابقى اشرح فيه ان شاء الله مستقل. يبقى احنا اتكلمنا عن نوعين نقط الخساره الاساسيين اللي هو ممكن نستخدمهم، واستعرضنا اول سهم اللي هو راسكم ماليه اللي هو ما ضربش في خساره لحد دلوقتي. نستعرض تاني سهم اللي هو زهراء المعادي. زهراء المعادي انا نزلت التوصيه بتاريخ 3/7، تمام. كان سعر الشراء 6 جنيه 65 قرش والهدف 7 جنيه. برضو ملحوظه، ليه بنزل سعر الشراء وانزلت في خساره 6 جنيه ونص؟ انا بحاول دايما اقرب سعر الشراء من الخساره. بمعنى انا براعي ان الناس اللي معايا في الجروبات، جروب الدعم، ناس بتحاول تتعلم، مش حريفي بورصه. طيب فممكن فجاه السهم ينط 5% قدامه فيبقى محتار اشتري ولا ما اشتريش. الاستاذ احمد منزل سعر الشراء 6 جنيه 65 والسهم بقى ب 6 جنيه و90 قرش. لا ما انا كده بحميك بقى. لما انا حاطط هدف السهم 7 جنيه تشتري انت 6 جنيه 90 قرش ازاي؟
فانا بديك سعر الشراء التقريبي بقى اللي هو قريب. طب بقى 6 جنيه و40 قرش، قريبه 5 قروش بالنسبه ل 6 جنيه، مفيش مشكله، قريبه. لكن لو انا نزل مثلا لو سهم ب 40 قرش، سعر الشراء 40 قرش وبقى 41 قرش و42 قرش، لا ده كده عمل 5% اب، وهو هدفه كله مثلا 7%. طب اشتري ازاي بس؟ ما هي يا جماعه نسبه وتناسب. انا بنزل توصيه وحضرتك بتشوفها، السهم ممكن يتحرك 10% اب فوق، ممكن ينزل تحت برضه. خلينا الاول لو صعد فوق، لو سعر الشراء صعد فوق، فانت بتحسبها ببساطه، بتجمع السعر اللي انت تشتري بيه زائد عموله الشركه، وتطرح منهم وقف الخساره، قصدي تطرحهم من الهدف، هتلاقي الرقم تقسمه على الرقم ده، ده مكسبك. والعكس هتحسب سعر الشراء زائد عمولة الشركة وتطرح منهم وقف الخسارة، هيطلع لك برضو رقم، تقسمه على الرقم ده يطلع لك نسبة خسارة. دي عملية حسابية بسيطة عشان تعرف النسبة والتناسب. طب دلوقتي هدف انا سهم اشتريته هدفه ارباح 5% وخسارته 5%، لا عشان السهم اتحرك ملوش لازمة. لازم على الاقل يبقى 2 1. يعني ايه 2 1؟ يعني لو مكسبي 5 يبقى خسارتي 2%، 2 ونص بالكتير. لكن ما ينفعش مكسبي 5 وخسرت 5، ما ينفعش مكسبي 10 وخسرت 20، ما ينفعش مكسبي 10 وخسرت 10. ده كده غلط، كده انت دخلت ما بقاش عندك حاجه اسمها اداره مخاطر صح في الصفقه، ودي اهم نقطه في الموضوع كله. يعني انت لو عندك اداره مخاطر صح ممكن تكسب حتى لو انت مش كويس في التحليل المالي ولا التحليل الفني، بس مجرد انت عملت اداره مخاطر صح، فانت واحد هتحافظ على راس مالك، واثنين ما دام السوق صاعد هتكسب. خلينا نتكلم بايه، بوضوح برضو وصراحه، وندي كريدت للي يستحق. برضو بشرح نقطه سعر الشراء ده ومدى اهميتها. اعذروني لو الفيديو طول شويه، بس الحاجات اللي بقولها دي يا جماعه تكنيكال جامد، يعني مش مجرد حاجات تكنيكال يعني شرح كتب، لا انا زي الميكانيكي اللي بيدخل جوه العربيه كبوت العربيه كده ويقول لكم من الاخر الدنيا ماشيه ازاي. فالكلام بقول لكم ده مش هتلاقي حد يقول لكم، ومش هتلاقيه في كتب ولا في محاضرات. تمام. يبقى انا كده اتكلمت عن سعر الشراء بالمره. يبقى هو دلوقتي الراجل جه اشترى مثلا في 6 جنيه. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. هو دلوقتي السهم اخر حاجه جابها مثلا 6 جنيه 49 قرش. خلينا نقول ان الراجل اشترى ب 6 جنيه، سوري 65، قول ب 6 جنيه و70 قرش او 6 جنيه 75 قرش، وهو عايز يكسب الايه الربع جنيه. تمام. في نفس اليوم اعلى حاجه جابها اللي هي كانت 6 جنيه و75، يعني هو اشترى مثلا ايه 6 جنيه 70 زي ما قلنا. تاني يوم نزل ما كسرش وقف الخساره اللي هو كان 6 جنيه ونص. معلش انا توهتكم انا عارف. يعني اقل حاجه في الجبل في الجلسه 6 جنيه 61 قرش. تالت يوم جاب 6 جنيه 52 قرش، ما قفلش تحت وقف خساره. ونرجع لاول فيديو اتكلمنا ان هو ما قفلش اساسا تحت وقف خساره. تالت يوم نزل 6 جنيه 47 قرش وما قفلش تحت وقف خساره، قفل 6 جنيه 65 قرش، هو برضه نفس سعر الشراء. يبقى انا ادي جلسه 2 3 4، تمام، واربع جلسات. لو حضرتك بعت في اي جلسه من الجلسات دي يعتبر انت مكيت، يعني يعتبر او خسران خساره بسيطه جدا 1% او خسران عمود الشركه، كلام بسيط. فانت لغايه دلوقتي يا استاذي الكريم من المتابع الكريم، انت ما ضربتش في خساره ومش عارف ليه انت بعت. يمكن عشان انت يبقى انت ممكن تكون فهمت خطا، ان معنى وقف خساره ان هو مجرد ان السعر ده يلمسه في الجلسه ان انا ابيع. يبقى احنا كده بنراجع الاستراتيجيات مع بعض. يبقى لسه التوصيه ساريه، لسه وقف الخساره ما اتضربش. تمام، مفيش اي مشكله. ممكن السهم بكره ينزل يلمس 6 جنيه 30 قرش ويطلع تاني ل 6 جنيه 80 قرش، عادي جدا انه هينزل يلمس الدعم، ممكن يرد المستوى ده ويطلع فوق. بس دي مش توصيه، انا بشرح لك ايه اللي ممكن يحصل. وزي ما قلت لك انا بحط لك عادي جلسات معين عشان ما تحتارش في موضوع ان السهم يبقى عرضي وابيعه ولا اخليه، عشان ما تضيعش نفس الفرصه دي. نيجي لاخر سهم، المناجم والمحاجم.
حديد الصلب. طيب انا نزلته ده امبارح، سعر الشراء 3 جنيه و70 قرش، واقف خساره 3 جنيه 58، والهدف 3 جنيه 95. طيب هو امبارح نزل لحد 3 جنيه و60 قرش، يبقى هو ما ضربش وقف الخساره امبارح. النهارده آه قفل، نزل اقل حاجه 3 جنيه 55، تمام، واغلق على 3 جنيه 57 قرش. طيب يبقى هنا حالة عملية للإغلاق اللي أنا اتكلمت عليه. يبقى هنا فعلا هو قفل تحت وقف الخسارة بقرش. طيب المفروض أعمل إيه؟ الموضوع بسيط. هو العضو الكريم باع، وزي ما قلنا في أول فيديو مش غلط إن هو باع، مفيش أي مشكلة. أنت كده احتطت وكويس، مفيش أي مشكلة. أصل أنا بكرة ممكن السوق يفتح بجاب تحت، أو السهم سوري يفتح بجاب تحت، أو يحصل حاجة عادي. بس عموما خلينا نفترض إن هو كان لسه ما كانش باع، فهنستنى تاني يوم في الجلسة، تاني يوم في الجلسة، وننتظر ان وقف الخساره يقعد ساعه تحت الجبل. بمعنى يبقى انا معايا، لو انا ليا في التحليل الفني بفتح الشارت وببص عليه، ماليش في التحليل الفني بشوف السعر امتى يجيب، او مش عارف افتح الشارت، بتبقى في الشركه مثلا، او بتكلم مدير محفظتك او مدير حساب او حد من زملاء فاهم يعني ايه في التحليل الفني او يفتح الشارت. بتشوف مثلا السعر اللي هو 3 جنيه 58 قرش، لو السهم بكره قعد تحت 3 جنيه و58 قرش لمده ساعه، يبقى في ضعف في السهم، يبقى ايه نبيعه ونخرج. ما قعدش ساعه تحت كده وطلع فوق وابتدى يشتغل، يبقى زي ما قلت لك فعل وقف الخساره الثاني. بمعنى ايه؟ والله اقول ايه، انا شاري مثلا 61 قرش، وكان شاري 61 قرش، اول ما يجي 61 او 62 اطير على طول. اه اطير، ايه المشكله يا جماعه؟ آه، الناس اللي في اسواق المال لازم تفهم قاعده مهمه قوي، اسمها قاعده الجهد المهدر. يعني ايه الجهد المهدر؟ دي قاعده طبيعيه في الطبيعه، سبحان الله. الاسود بتقريبا صل 25. على محمد، صل على محمد، صل على محمد. الاسد لو عمل 10 محاولات للصيد بينجح في حوالي 3 محاولات بس او محاولتين، تخيلوا في اليوم. والاسد عارف كده، يعني كل 10 محاولات صيد الاسد بيعملهم بينجح في محاولتين بس. وهو اسمه ملك الغابه، وبيعيش وتمام التمام، والدنيا رايقه معاه، تمام. عيبنا احنا ايه بقى في اسواق المال؟ انا عملت تريدر خسرت، اتنين خسرت، تلاته خسرت، لا لا ده انا مش عارف اشتغل. لا، ارجع اشوف بقى ايه سبب خسارتي ايه. هل بسبب زي ما وضحت مثلا الاخ الكريم دلوقتي ان هو استعجل في البيع او ما طبقش الخساره صح، ولا انا آه، رزق كده ربنا ما ارادش؟ مفيش توفيق من عند ربنا برضه، لازم حته نحطها دايما 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 دايما. سوري، ان في توفيق او عدم توفيق، ده رقم واحد يا جماعه. اللي معاه توفيق من ربنا دي اهم حاجه. ونصيحه برضه، اللي بيحس بعدم توفيق يطلع فلوس لوجه الله. دي نصيحه من اخ ليكم، يعني طلع فلوس لوجه الله كل شهر. كل ما يجي لك اي قرش طلع منه حاجه لوجه الله، حتى لو حاجه بسيطه. طلع للناس، الناس غلابه كتير، طلع لاهلنا في غزه، طلع للناس اللي محتاجه، الاقربون اول معروف. حاول تعمل خير دايما، تطلع فلوس يا جماعه الصدقه دي مفعولها خيالي، والله ما تصوروش الصدقه دي مفعولها ازاي، سواء بركه في الصحه او في المال او في غيره. اي قرش يجي لك منه طلع حاجه بسيطه، راضي الناس يا جماعه وربنا هيكرمك. حاجه بسيطه، يعني جالك 10 جنيه طلع منهم نص جنيه، طلع منهم جنيه. جالك 1000 جنيه طلع 50 جنيه. يعني ربنا هيكرمك، وهيبقى في توفيق في اختيار الايه، الاسهم وتوفيق في حياتك. كمثلا كتجاره، يعني انت مثلا حاطط مبلغ للبورصه 10000 جنيه، كسبت 100 جنيه من ال 10000، طلع 10 جنيه منهم. طب انا خسرت 100 جنيه، يا عم طلع برضه 10 جنيه من عندك. انت خسرت 100 خليهم 110، بس ال 10 جنيه دول هم اللي انت كسبتهم، اللي هو انت بتتاجر مع ربنا.
طلعوا فلوس لوجه الله، سواء كسبت او خسرت ربنا يكرمكم. اي فلوس تجي لك طلع، اي دخل يجي لك حتى لو بسيط طلع. الصدقه يا جماعه حاجه كبيره قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، وثواب مش يعني مش انا اللي اتكلم فيه، ومش محتاج اتكلم فيه. وانا عن نفسي انا مجرب الموضوع ده والله يعني، وربنا بيكرمني. يمكن بعد دعاء والدتي ربنا يديها الصحه، بسبب موضوع الصدقه ده. التاجر مع ربنا يا جماعه، التجاره مع ربنا هي اللي باقيه، الباقي كله خسران. صدقوني احنا كل ده الناس هتسيبه وتمشي، لكن القرش اللي انت حطيته في سبيل الله ده ده الحساب الحقيقي اللي هيكسب، مش ذهب ولا بيتكوين ولا اسهم. معلش الموضوع اتغير شويه، بس معلش يعني ايه، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. يبقى انا كده سوري، شرحت لكم يا جماعه وقف الخساره عادي، والتريلينج ستوب، وازاي اظبط سعر الشراء، وازاي احسب معادله بسيطه بين سعر الشراء وسعر البيع والهدف والكلام ده كله. شويه ملاحظات كده في السريع معلش، يعني اعتبروها من اخوكم برضو، بالبلدي بعيد عن شغل الكتب. جلسه فيها ذبذبه عاليه، السوق كان طالع وبعدين بينزل، وانا شاري سهم، خسران فيه 1% او كسبان 1% او مكيف، او خسران 2%، والسوق فيه ذبذبه عاليه زي ما حصل النهارده في نص الثانيه من الجلسه. ارمي يا باشا. ازاي؟ ارمي واخرج، ما تقوليش تحليل فني. اخرج بفلوسك وكبر مخك، الفرص ما بتنتهيش. تمام. جلسه السوق، اما العكس، جلسه السوق نازل نازل وابتدى يطلع، وفي سهم كويس، وانا نزلت على الجروب سهم اشتريت، ابتدى السوق يطلع بس ابتدى في ضعف، ارمي يا باشا. ارمي، انا اللي بقول لك ارمي. ما دام انت لسه في الامان، او خسران 1% او 2% او نص في المية، او كسبان 1% او 2% او مكيف، ارمي. نظريه الجهود المهدره زي ما قلت لكم عليها، اللي هي بتاعت الاسود، من كل 10 اسهم اكسب مرتين، اكسب مره انت كسبان. بص يا جماعه، هو ده موضوع تاني عايز اعمل له محاضره، يعني فيديو مختلف، بس ببساطه كده زي ما اساتذتنا علمونا. اي تريده او اي عمليه تخش فيها في سهم بيبقى ليها 5 احتمالات: صل على محمد، صل على محمد، صل خساره على صغيره وخساره محمد. كبيره، وتبقى مكيت، ومكسب صغير ومكسب كبير. لو انت، اهم حاجه تتجنب خساره كبيره يا جماعه، تتجنب الخساره الكبيره. طول ما انت متجنب الخساره الكبيره، فانت محافظ على اغلب راس المال، فهتعمل خساره مكسب كويس. هتشتري سهم في مره ربنا يكرمك فيه على دعم، عمل طفره، عملت لك مكسب كويس، عوضت الخسارات اللي فاتت. بس اهم حاجه تجنب ان انت تتحبس في اسهم، وهتتحبس لو انت خسرت خساره كبيره، فبتقول لا انا مش هبيع لان انا خسرت كتير، فهستنى اشتري. سوري، السوق يرد. ونصيحه اخرى، يا ريت لما نشتري اسهم تكون محترمه، شركات معروفه، مش تحت بير السلم، مش اي حد بيكتب على السوشيال ميديا المجموعه الحمصيه الحلاوه الطحينيه، ولا شركه بيمبم، ولا شركه هاكسي والافلام الهابطه دي. يقول لك ده سهم بقروش، هيروح فين تاني؟ لا، ابو قروش هيبقى بملاليم وهيتصفى. والحوارات اللي الناس تقعد تعملها في البورصه، محدش يضحك عليك. لا مؤاخذه، في 200 سهم، بلاش بقى تسيب ال 200 سهم وتمسك في ال 10 اسهم ولا 15 سهم ولا 20 سهم ولا 50 سهم اللي طالعين من عينهم اللي هم تحت بير السلم. ما انت عندك 150 سهم، ولا انت لا لازم تشتري في ال 50 سهم دولت، وبعدين ترجع تشتكي وتقول إيه ده الشركه دي نصابين، ده الميكر مش عارف ايه، ده مش عارف ايه. ما تشتري سهم، اعمل بحث عليه. ما انت شغال مع نفسك، مش شغال مع حد بيقول لك اشتري ايه وبيع ايه مثلا واثق فيه. بحث بسيط على جوجل، سهم كذا كذا، وادخل على موقع مباشر اقرا. عموما ان شاء الله، يعني ربنا يدينا العمر، هبحاول اعمل حلقات مفصله ازاي تعمل سيرش على سهم، وازاي تحلل وتعمل حاجات زي كده مع الوقت برضو ان شاء الله. واعذروني على طول المده، معلش تحت غلنا قوي، احنا بقى نص ساعه. واسالكم الدعاء. كان معاكم احمد قطب. السلام عليكم.